السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنعمل إعادة تدوير للعلبة دي. ولو مش عندك العلبة دي ممكن تستخدمي أي حاجة مدورة، زي مثلا علبة سمنة أو علبة العلب اللي هي الصفيح دي، أي علب تقدري تستخدميها، أي علبة لو حتى بلاستيك. وهنا عندي كان بواقي اللي أنا عملته في المفرش بتاع السفرة اللي هو بتاع رمضان. فعندي البواقي بتاعت قماش الخيامية، فهبتدي كده ان انا استخدمه، وهحطه هنا في السنتر كده على الشكل اللي قدامكم ده، وهعمل عليه بالشمع زي ما شفتوا. هيبقى بالشكل ده، بس انا بقى هكمل كده واظبط كويس واحط الشمع كده عليه. لو مش عايزين تحطوا كده على طول على البلاستيك الشمع، ممكن تلفوها بأي كرتون. العلبة دي تلفوها بأي كرتون وبعدين تلزقوها، وبعد كده تعملوا الخطوة اللي أنا بعملها دلوقتي. بعد ما لزقتها كده هبتدي بقى ان انا اقص الزيادات، واي زيادات بتطلع معاكي ما ترميهاش يا ريت، لان احنا ممكن نعمل بيها حاجات كتير تاني. طبعا احنا اليومين دولت بنعمل حاجات لرمضان، زينة كتير هنعملها ان شاء الله لرمضان. وبكرة كمان هعمل معاكم فيديو حلو قوي هيعجبكم، هنزله لكم بكرة بإذن الله. وهبتدي كده اظبط كده اللي طالع ده، هحاول ان انا الزقه كده بمسدس الشمع، وهدخل كل الزيادات كده وهلزقها كده بالشكل ده. وكده كده احنا لسه هنحط لها حاجة من فوق، فاحنا بنلزقها بس كده وبنشيل اي زيادة طالعة. ومن الناحية التانية برضو هعملها بنفس الطريقة. هنا زي ما قلت لكم انا لسه هحط لها حاجة دي، غطا العلب اللي هي بتبقى الفويل، مدياني اللي هو اللون الفضي كده. لو مش عندك ممكن بقى تجيبي اي قطعة كرتون على قد الشكل اللي قدامكم ده وتقصوها وتغلفوها بالفويل عشان يدينا اللون الفضي. او ممكن برضو لو عندكم اللي هو الورق الفوم الفضي برضو هيبقى شكله حلو جدا. هبتدي كده بعد ما لزقت بالشمع ان انا اقص الزيادة كده عشان يديني الشكل بتاع الدايرة بتاعة العلبة. هي عموما العلبة دي مش دايرة قوي، فهي كده كده مش باينة يعني. وعندي الكولف دي برضو استخدمتها معاكم في المفرش، وفي الفيديو بتاع امبارح برضو استخدمتها. دي الكلف دي بتتباع عند اللي بيبيع الخردوات زي ما قلت لكم قبل كده. هحاول كده ان انا امشي عليها كده بالشكل ده. الفكرة هنا ان احنا بأي حاجة عندنا ممكن نستخدمها ونحولها لحاجات ديكورات كده زي ما انتوا شايفين. بتتباع برا غالية. ودي لسه عموما بعد ما اخلصها خالص لسه هعمل لها حاجة كمان بكرة في الفيديو ان شاء الله. فتابعوني ان شاء الله، هعمل فيديو حلو برضو بكرة. احاول كده الزق كويس واظبطها حلو قوي. وبعدين عندي الخيط ده الخيط اللي انا استخدمته معاكم في الشمع. ده الخيط ده بتبقى اللفة كده تقريبا بجنيه من عند برضو بتاع الخيوط. هبتدي كده ان انا الزق بالشمع. هلزق كده.
واكمل برضو كله كده بنفس الطريقة. احاول كده الزق كويس، وهخلي الخيط ده كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما اعمل الخطوة الجاية دي. ده عندي عود شيش طاووق، هبتدي كده بالسن بتاعه ادخل كده واعمل خرم اهو زي ما انتوا شايفين كده. هشوف بس المقاس اللي انا عايزاه مثلا كده، وابتدي ان انا اكسرها كده بس مش قوي للاخر، مش للاخر، هنتنيها بس كده اهي كده، واشوف انا عايزة من الناحية دي قد ايه وابتدي اكسرها بقى خالص. وهخلي السن ده علشان هدخله برضو فيها تاني. بس هنا عندي بقى ورق فويل، خدت قطعة كده صغيرة وبعدين هحطها كده العود الشيش اللي انا عملته، وعملت القطعة اللي فوق اللي هي بالعرض كده غطيتها، وهبتدي كده اقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. احاول بس اضغط كويس، وقصيت الحتة دي كده علشان اقدر الف على المكان اللي انا قصاه كده اهو. بضغط قوي قوي علشان تمسك في العصاية بتاعت الشيش طاووق، وبعدين اقطع كده النهاية بتاعتها واروح حطها كده. بس هلزقها بقى بمسدس الشمع، هلزق الطرف كده، انا ما عملتوش للاخر بالفويل، وهلزق كده زي ما انتوا شايفين، واحاول كده ادعم الحتة دي بالفويل كده اهي. وبعدين هجيب بقى الخيط اللي انا سبته، وهجيب مسدس الشمع كده وامشي كده حتة صغيرة، وبعدين هاجي هنا عند الطرف والزق الخيط كده عنده كأنه اللي هو الفرن الكنافة الآلي. وبيتباع على فكرة، كل الحاجات دي بتتباع بتاعت زينة رمضان، وبتبقى بأسعار غالية. شوفي انتي كده مكلفتيش حاجة خالص، بحاجات عندك في البيت وبواقي قماش عملناه. وعملت برضو من تحت كده بنفس اللي انا عملته من فوق بالغطا بتاع الفويل اهو شكله. ده فرن الكنافة. واستنوني بكرة ان شاء الله في الفيديو التاني عشان نكمل بقية زينة رمضان. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.